ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا بعتذر عن التأخير. ده ان شاء الله هيبقى الفيديو الرابع. المفروض ان انت لو وصلت للفيديو ده يبقى انت عرفت ازاي تعمل موقع، وازاي تظبط الموقع وتختار المنتج بتاعك علشان تضيفه في الموقع وتظبط التصنيفات بتاعة الموقع بتاعك والتصميم والكلام ده كله، بحيث ان انت تبقى جاهز للشغل. وطبعا الفيديو الاولاني اللي كان تمهيدي كنت بوريك ازاي تسجل في المنصة، وازاي تشوف اوردراتك وتشوف عمولاتك والكلام ده كله. طيب احنا المفروض خلاص اخترنا منتج مثلا، تمام، ولو يكن اللي هو العصارة اللي هي ديت، تمام. آه انا مش فاكر احنا حطيناها ولا لا، نشوفها كده. طيب احنا هنضيف المنتج ده، هندخل عادي على الموقع بتاعنا سريعا كده نضيف المنتج. السعر 110 ريال، تمام. هنسميه هنا ده خلاط. لو أخدت كده أول كلمة بالعربي هو هيترجمها بالفرانكو كده على طول. تمام، ناخد المميزات بس، مش لازم حتى ناخد الكابتشن كله. والشحن اللاسلكي، تمام. تمام، خلي المنتج ده في المخزون اللي هو التصنيف قصدي، اللي هو أدوات منزلية أو إلكترونيات. ممكن يبقى في الإلكترونيات وفي الأدوات المنزلية، تمام كده، هو هيظهر في الناحيتين. احنا قلنا 110 وفي 20 شحن، يعني 130، عشان احنا بنعمل الشحن مجانا. نقول مثلا بدل من 230. تمام، رفع الصور. ناخد هنا الخلاط المحمول ده، ناخد الصور كلها بتاعته. تمام، الصور هتحمل. ممكن برضو هنا علشان جوجل وسيو والكلام ده كله نكتب خلاط محمول. تمام، ماشي كويس، نعمل حفظ. هنا بقى احنا هنبدأ بالفيسبوك بإذن الله. طبعا انت هتعمل صفحة عادي، هتكريت صفحة. اعتقد موضوع كريت الصفحة ده سهل، اي حد بيعرف يعمله، مش محتاجة ان احنا نشرحه يعني. انت هتيجي هنا انشاء، تختار صفحة، تمام، وتكريت صفحة وتحط اللوجو والكلام ده كله. هنيجي هنا نعمل البوست. برضو هننزل المنتج، يعني هننزل المنتج بتاعنا كده، ونحط الكابشن بتاعه كده. تمام، وبرضو نضيف الصور. الفيديو ده هيبقى الفيسبوك والانستجرام هما الاتنين نفس الحاجة. وان شاء الله الفيديو جاي يبقى تيك توك، واللي بعده يبقى سناب شات. تمام، انا كده نزلت البوست. في حاجة لازم بنعملها الاول، ان احنا بنربط البيكسل بتاعنا في الموقع، علشان البيكسل ده يعني حاجة كده زي تتبع. في ناس مثلا بتدخل تتفرج على منتج معين، تضيف المنتج في السلة وفي الآخر ما تشتريش. ساعات انت مثلا تيجي تدخل على نون او جوميا او امازون او ايا كان، وتعمل الحركة دي، تختار منتج مثلا وما تكملش شراء. ساعات بتلاقي بره بعد ما تطلع بتلاقي المنتج ده جايلك عليه عروض. بالظبط، هو ده البيكسل، يعني باختصار بيتتبع الناس. يعني ممكن مثلا حد في 20 واحد مثلا دخل على الخلاط ده وما اشتراش، فيبقى في 20 واحد مهتم، فانت ممكن تعمل عرض ويظهر لهم هم بس. خلاط محمول اهو، تمام.
احنا ازاي هنربط البيكسل؟ هنيجي هنا كده ونختار مدير الأحداث لو انت بالعربي، أو الايفنت مانجر لو انت الفيسبوك بتاعك بالانجلش. هو انا مكريت بيكسل قبل كده، بس انا هوريك باختصار ازاي تكريته. وفي برضو في فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب بيبقى بيشرح لك ازاي تربط البيكسل بتاع الفيسبوك على اليوكان او على اي موقع تاني. بس هو اليوكان اسهل، انت تاخد الكود وترميه وخلاص. تمام، المفروض هتفتح لك الصفحة دي. انا هنا يعني انا عامل بيكسل اصلا. انت عشان تعمل بيكسل هتدوس على ربط مصادر البيانات ديت، وتختار الويب وتعمل ربط. هتكتب هنا اسم البيكسل بتاعك، يو كان مثلا، او اسم الستور بتاعك ايا كان يعني. فانا هعمل هنا كده زي تيست بس عشان اوريك ازاي. تمام، تعمل انشاء بيكسل. هيقول لك ادخل العنوان الموقع، هتدخل عنوان الموقع بتاعك اللي هو ده. مش عارف بقى هيوافق اصلا ولا لا، لان انا كده كده مدخله قبل كده. تمام، هتدوس تحقق. تالي هتختار تاني واحدة بيكسل ميتا فقط. الأولانية ديت لأ، هتختار تاني واحدة دي، وبعد كده التالي. تمام، مصادر البيانات، هتلاقي تيست دي. كل اللي هتعمله ان انت هتاخد الكود ده، المعرف ده كوبي. تمام، وتيجي عند تحت عند الاعدادات اونلاين، وتنزل تحت عند الفيسبوك، تقوم عامل اضافة، وتدخل الكود بتاعك اللي انت خدته اللي هو هتلاقيه شبه ده كده، وتدوس اضافة وحفظ. بس كده كده المفروض البيكسل اتربط. هيبقى بالمنظر ده. تمام، هنا بقى بيجيلك يقولك مثلا في قد كام واحد دخل شاف الصفحة، كام واحد داس على كذا، كام واحد اشترى، كام واحد عمل الكلام ده كله. طيب احنا خلاص ربطنا البيكسل. في حاجة هتعملها. تمام، هتدخل على الاعدادات علشان تضيف بس موقع يوكان، لانه هو مش بارتنر مع الفيسبوك. هتنزل تحت كده خالص. تمام، هيبقى هنا في حاجة اسمها السماح، قائمة السماح. هتعلم عليها، وانا ضايفها هنا، فانت هتعلم عليها بس وتعمل اضافة وتكتب you can dot shop. هتكتب المسار ده you can dot shop ده بس، وتضيفه. تمام، يعني مثلا استنى كده اشوفها هنا. الاعدادات، ايوه، هيبقى بالمنظر ده. هتعمل انشاء قائمة سماح، وتضيف هنا كده الموقع بتاعك you can shop. مش هتضيف الموقع بتاعك، هتضيف يعني موقع you can dot shop، وتدوس التالي. تمام، بعد كده تأكيد ومش عارف وإغلاق، وخلاص على كده. هيبقى بالمنظر ده. كده انت ضفت اليو كان. تمام، عايزين نعمل إعلان. هتيجي عند مدير الإعلانات، إنشاء، إنشاء أو create يعني. هتختار، بص انت ممكن لو انت ما عندكش موقع بقى او ربطت بيكسل او الكلام ده كله، ممكن تريح دماغك خالص وتعمل تفاعل رسائل. مجرد بس هتختار البوست وتموله، هتيجي الناس تبعت لك رسائل وترد عليها مباشرة كده، وتاخد بياناتها وتيجي تحطها في الموقع. بس دي طريقة برضو، دي ممكن تتعمل عادي اسهل. وبس اللي احنا كنا بنعمله لربط البيكسل والموقع والكلام ده كله، ان الناس هي هتدخل على الموقع وتشتري من غير اي تدخل منك.
فانت هتدوس على المبيعات، دوس متابعة. تمام. تعمل حملة يدوية، متابعة. ممكن تسمي الحملة بتاعتك مثلا خلاط محمول. تمام. الفئات دي هتسيبها زي ما هي، هتسيب كل الكلام ده زي ما هو. ممكن تعمل ميزانية هنا. الادفانتج دي هو بيوزع الحملات الإعلانية، انت هتعمل حملة واحدة بس فمش هتحتاج ده. دوس التالي. تمام. موقع التحويل، فاحنا عاملين موقع ويب. جميل. هيقولك البيكسل، هتدوس كده، هتختار البيكسل اللي شغال. احنا ده ما عملناش، ما شغلتهوش. انت هتختار البيكسل بتاعك اللي انت ربطته، وهيقولك اختيار الحدث. احنا عايزين البيكسل ده يعني يتم على اساس ايه؟ لما يحصل ايه؟ لما حد يشوف المحتوى؟ اكيد لا، احنا عايزينه لما حد يشتري. بدء اتمام الشراء. تمام. هتختار بدء اتمام الشراء دي. تمام. التصميم الديناميكي دي لو انت هتحط صور وفيديوهات بطريقة كده بروفيشنال شوية، فدي احنا ممكن نسيبها عادي. الميزانية ممكن تخلي الميزانية يومية، مثلا تيست 100 جنيه، علشان برضو ايه منصرفش كتير. الجمهور، احنا هنمول في السعودية. نكتب هنا السعودية، السعودية كلها. تمام. انا بحب اخلي السن مثلا لحد 55 مثلا، وفوق 20 علشان مبحبش ال الأعمار الصغيرة. لو انت عايز تمول انستجرام بس، هتيجي عند المواضع اليدوية دي وتشيل الفيسبوك، وتشيل الاودينس دي، وتشيل الماسنجر. انا هعمل حملة انستجرام لوحدها، وهعمل دوبليكيت حملة تانية للفيس لوحده. تمام. بعد كده ندوس التالي. طيب، هنا بيقول لك اختار الصفحة اللي انت عايز تمول عليها. فانت هتختار الصفحة اللي انت كريتها وبتربط الانستجرام. طبعا بتبقى بتعمل صفحة انستجرام بنفس الاسم وتربطها لو انت هتمول انستجرام يعني. كده انا ربطت، حطيت صفحة الانستجرام بتاعتها. ممكن تعمل انشاء اعلان، وممكن تعمل استخدام منشور حالي. بس استخدام منشور حالي مش هيبقى conversion. يعني مثلا لو جينا عملنا استخدام منشور حالي، دوس تحديد المنشور. تحديد المنشور ده بيجيب لك المنشورات بتاعتك كلها. انا ده اللي لسه منزله حالا اهو. لو جيت دوست كده هتلاقيه بالمنظر ده. هيقول لك سير، عايز زر دعوة يعني مثلا، يعني زي ارسال رسالة او حاجة. فانا مش عايز كده. احنا هنعمل انشاء اعلان. تمام. بيقول لك مصادر التصميم، صورة او فيديو. ممكن تعمل اضافة فيديو من هنا او اضافة صورة. فاحنا ممكن نختار الصور. لو ملقتهمش هنا بقى بتدوس تحميل، وتختار الصور تاني من هنا كلها كده. ممكن برضو لو حابب تخلي فيديو. طيب خلاص، احنا هنختار دي ودي.
تمام. وانا اخترت صورة واحدة، انا عايز احط اكتر من صورة، صورة او فيديو واحد. تمام، احنا ممكن نبقى عاملين تنسيق دوار ده علشان نختار اكتر من صورة. تختار اضافة بطاقات عادي، يعني اضافة بطاقات صور. نختار ده وده وده. تمام، تختارهم كلهم وندوس متابعة. شوف ايه الاخطاء هنا. بيقولك العنوان بتاع الموقع، هتيجي هنا عند العنوان وتاخده كوبي وتحطه هنا. حط هنا كده اي معلومات. تمام، بدل بقى بتعمل على واحدة واحدة، اعمل تطبيق على كل البطاقات. خلاص هيحط لك الموقع بتاعك وهيحط لك اللينك بتاعك على كل الصور. تمام. النص الأساسي هنا ممكن برضو تكتب نفس الكلام. عايز ايه الدعوة لاتخاذ الإجراء، عايز ايه اللي يتكتب على الصورة. احنا بنعمل مثلا شراء أو يعني مثلا نشوف ايه اللي موجود. الحصول على العرض. تمام، ونحط هنا لينك الموقع بتاعنا. هنا لينك الموقع بتاعنا بالمنتج، يعني مش الموقع بس، انت بتاخد اللينك بتاع المنتج اللي انت بتعلن عنه عشان اللي يدوس عليه يوديله هناك. برضو هنا نفس الكلام. تمام، وندوس نشر. طبعا انا بحاول عشان وقت الفيديو اسرع الدنيا شوية. بص، نفس الكلام بالظبط اللي انت عملته ده لو عايزه على الفيسبوك. بدل اللي احنا اخترناها من هنا دي، هتختار يعني الفيسبوك ديت. انا هنا اخترت انستجرام، بس هنا هتختار فيسبوك وماسنجر لو انت عايز الاعلان يتعرض على الفيسبوك. فانت كده ده الشرح ده يتعمل على فيسبوك وانستجرام. فانت كده خلاص، المفروض ان انت عملت الاعلان بتاعك وبيتراجع. طبعا بتضيف فيزا الاول، علشان يعني انا كده كده ضايف الفيزا عشان كده ما طلبش مني. فهو انت بتدوس نشر لو انت مش حاطط الفيزا، هيقول لك حط فيزا عادي. بتحط بيانات الفيزا بتاعتك وبيتراجع وبيتسحب ومفيش اي مشكلة. تمام. هحاول برضو ان شاء الله اعمل الشرح بتاع التيك توك والشرح بتاع السناب شات، وبإذن الله بإذن الله أه كلكم تعملوا اوردرات كتير. وانا مش يعني مش رابطكم بالسيستم بتاعي ده اللي هو ال45 ستور. لا، انت ممكن تستخدم اي سيستم تاني، هي الفكرة واحدة. اي منتج انت هتلاقيه في اي مكان تاني حابب تعلن عنه بنفس الطريقة، مفيش اي مشكلة. وربنا يوفقكم.